السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. وحلقتنا النهاردة وزي ما بقول كل حلقة هي تكملة لسلسلة حلقات كل اللي عايز تعرفه، السلسلة اللي بنتكلم فيها عن مسلسلات الموسم الرمضاني 2026. القايمة موجودة وتقدر تخش على القناة تتفرج على الحلقات أو هيظهر لك اللينك فوق تدخل تتفرج على القايمة على طول. اتكلمنا عن عدد كبير من المسلسلات اللي هيتم عرضها الموسم الرمضاني 2026 ولسه مكملين. والمسلسل اللي معانا النهاردة وجايين نتكلم عليه وهو مسلسل حكاية نرجس للنجمة ريهام عبد الغفور. كل اللي عايز تعرفه عن مسلسل حكاية نرجس هو ده اللي احنا جايين نتكلم عليه في حلقتنا النهارده. فقبل ما نبدا الحلقه ما تنساش دعمك ليا، تعمل لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وجديد. معاكم اخوكم اسلام ويلا بينا نخش في الحلقه على طول. واحدة زيك المفروض تحط جزمة بقها وتبلعها ان في راجل قابل بيها من اصله. انا لقيت عروسه نعرفها؟ نرجس بتاع مريم. مسلسل حكاية نرجس. تعال الأول قبل نتكلم عن كل حاجة نتعرف على أبطال وصناع المسلسل. والمسلسل بيشارك فيه كل من مع حفظ الألقاب للجميع ريهام عبد الغفور، حمزة العايلي وبسنت باشا، تامر نبيل وسماح أنور، إلهام وجدي، عارف عبد الرسول وأحمد عزمي ودينا ماهر ونيل البرديسي. ومسلسل حكاية نرجس من تأليف صبري ومن إخراج حالات. ودلوقتي بعد ما اتكلمنا وتعرفنا عن ابطال وصناع المسلسل، تعالوا دلوقتي نخش فيه ونتكلم عن قصة واحداث مسلسل حكاية نرجس. وحكاية نرجس هي قصة أو قضية بيتناولها المسلسل عن قضية إنسانية اجتماعية اللي هتركز على تأثر الأب والأم بعدم الإنجاب، بعدم الخلفة. ودي القضية اللي هتدور حواليها أحداث المسلسل حول شخصية نرجس اللي هتكون قايمة بدورها النجمة ريهام عبد الغفور. وهي ست بتواجه صراعات نفسية ومجتمعية بعد ما تتعرض للضغوط الاجتماعية، ضغوط كبيرة مرتبطة بالعلاقات الأسرية والبيئة المحيطة بها، الناس بشكل عام. وهنشوف حكاية نرجس اللي بتحكي لنا فيها عن الألم الصامت، الألم اللي مش بتقدر تتكلم عنه، والألم اللي بيتعاني منه الستات بشكل عام بسبب تأخر الإنجاب، وتأثير ده على الحياة الزوجية والاستقرار النفسي. أنا تعبت قوي، مش هقدر استحمل العذاب ده تاني. طب لما انا ما بخلفش ايه اللي جمعني بيكي؟ كل ده واكتر اللي هتقدمه لنا النجمه ريهام عبد الغفور حكايه نرجس. والصراحه ده شيء متفوقه فيه ريهام عبد الغفور خلال الفتره الاخيره. النوعيه دي من الاعمال الدراميه الاجتماعيه اللي بيكون فيها تاثر او رساله بتحاول توصلها، ناجحه ومتفوقه بشكل كامل خلال الفتره الاخيره. والاعمال اللي بتشارك فيها واللي كان اخرهم مسلسل واحد من اهم المسلسلات اللي حققت نجاح السنه اللي فاتت في الموسم الرمضاني 2025، وكان مسلسل ظلم المصطبة. ده شيء بيخليك متحمس اكتر لمسلسل حكاية نرجس. طبعا المسلسل نزل منه برومو كده قصير للمسلسل، واللي شفنا فيه نرجس او ريهام عبد الغفور وهي بتتكلم وبتقول، وهي اعتقد ان هي بتوجه الكلام ده لجوزها وبتقول له ان هي نفسها يبقى لها ابن يخلي بالها منه وهو ياخد باله منها لما هي تكبر، ومن حقك انك يكون ليك ابن، وان هو يشيل اسمك ويساعدك شغلك، وان احنا هنجيب عيل ملوش اهل، بدنا عيل، وان احنا محتاجين ليه، وان هو هيكون محتاج لينا اكتر. خلي بالي منه وياخد باله مني لما اكبر. انت كمان يا عم من حقك يبقى عندك ابن يشيل اسمك ويساعدك في شغلك. ده احنا هنجيب عيل ملوش اهل، احنا محتاجين له وهو محتاج لنا اكتر. وده مشهد بنشوف فيه الصراعات اللي بتمر بيها الشخصية بسبب المشكلة دي او التأثر بالحالة دي، فكرة ان هم مش بيخلفوا. انت غلطة يا نرجس، وجودك هنا غلط. انا مش همشي الا لما اخد اللي انا عاوزه. مش هتاخد حاجه. تتلم يا سعد. انت عايشه في الوهم بقالك سنين وعيشتني معاكي في ايه؟ انت السبب الوحيد اللي خلاني لسه عايشه. وفي نهاية البرومو بيظهر ان العمل ده مستوحي من احداث حقيقية حصلت. اسمع كلامي،
تقريبا كده الموسم ده موسم رمضان 2026 هو الاعمال المستوحاه من احداث حقيقيه كتير، او مركزين على النوعيه دي من الاعمال المستوحاه من احداث حقيقيه حصلت بالفعل، زي مثلا مسلسل عمرو سعد، مسلسل افراج اللي بنشوف فيه بيناقش قضيه حقيقيه لاب قتل مراته وعياله وبيعترف بكده، ومي عمر برضو في مسلسل الست موناليزا، القضيه اللي بنشوف فيها الست اللي جمعت بين زوجين، الست كانت متجوزه 2 رجاله، ومسلسل كان يا مكان لماجد الكدواني. يمكن المسلسل ده ما يكونش مستوحي من قصه حقيقيه، لكن هو بيناقش قضيه برضو موجوده في المجتمع، وهي قضيه الانفصال والطلاق، اللي بتاثر ازاي على العلاقه الزوجيه بعد الطلاق، وازاي بتاثر على الاولاد اللي بينفصل منهم الاب والام. فمن الواضح ان في تركيز على النوعيه دي من الاعمال، وانا الصراحه بحب النوعيه دي من الاعمال. انا اكيد متحمس للمسلسل. انت كتبت البيت باسم مراتك؟ كل القصه ربنا سألنا لبعض فنساعد بعض يا نرجس. وانا موافقه. الف مبروك يا نرجس. في حاجة بين نرجس وسعد بقالها كذا سنة أنا مش فاهمها. انا ما بفوتش اي عمل النجمه ريهام عبد الغفور، لان هي خلال الفتره الاخيره بتختار ادوارها، بتختار اعمالها، وبتحقق نجاح كبير جدا، فده شيء بحبه جدا وبحب اتابعه، وبحب اتفرج على النجمه ريهام عبد الغفور في اي عمل بتقدمه. فانا متحمس جدا جدا للقصه، للاحداث، وغير ان هي مستوحاه من قصه حقيقيه، فحابب اعرف ايه اللي حصل وايه اللي هيحصل وازاي هيتقدم. طبعا مسلسل حكاية نرجس بيتكون من 15 حلقة، وهيتعرض على قنوات DMC وقناة الحياة ومنصة واتش. وبس كده يعتبر دي كل حاجة اتكلمت فيها ممكن تبقى عايز تعرفها عن مسلسل حكاية نرجس. فبرضه تقدر تنزل زي ما قلت تشاركني تحت في الكومنتات وتقول لي رايك، وشايف المسلسل عامل ازاي، متحمس له ولا لا، وايه توقعاتك ليه. فبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. فقبل ما ننهي الحلقه ما تنساش دعمك ليا، تعمل لايك، تشترك في القناه، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وجديد. كان معاكم اخوكم اسلام، اشوفكم على خير الحلقات الجايه. سلام.